السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا طلاب الصف الثالث الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم معانا في حصة جديدة من مادة أكتشف. إحنا النهاردة هنتكلم عن إيه؟ النهاردة هنتكلم عن حاجتين جداد ممكن بالنسبة لنا يكونوا حاجة مختلفة أو حاجة متشابهة، يعني على حسب أنت سمعت الكلام ده ولا لا. طيب يلا بينا. أول حاجة هتكلم عليها النهاردة هو إزاي أكون قائد عظيم. أنا عايزة أبقى قائد الفصل مثلا، عايزة أبقى أنا المسؤول عن كل حاجة بتحصل في الفصل. أنا بحلم إن أنا مثلا في يوم من الأيام أبقى رئيس جمهورية، أبقى محافظ لمدينة معينة، أبقى رئيس قسم، أيا كان المنصب اللي أنت عايز تمسكه. قال لك لازم عشان تمسك منصب وتكون في مكان عالي لازم يكون عندك مجموعة من الصفات أو السمات تميزك عشان تكون قائد عظيم وتقدر تدير الشغل اللي انت محتاجه أو اللي انت هتدخله بشكل كويس وبشكل لائق يساعدك على ان انت تكمل فيه والناس تحبك، يعني مش تكمل فيه وبس، لا تكمل فيه والأشخاص اللي موجودين كمان يحبوك. فقال لك ازاي اكون قائد عظيم؟ قال لك احنا عندنا مجموعه من الصفات المفروض تكون في اي قائد. اولا ان يكون شخص مسؤول. يعني ايه؟ يعني بيقدر يتحمل مسؤوليه شغله، بيقدر يتحمل مسؤوليه الافراد اللي هو مسؤول عنهم. تمام؟ يعني يقدر يحل لهم مشاكلهم، يقدر يجيب لهم الحاجات اللي هم محتاجينها، يقدر يستمع إليهم كويس. لازم يبقى شخص قد المسؤولية، شخص يعتمد عليه. ماما تقول لك مثلا أنا بعتمد عليك. ليه أنا بعتمد عليك؟ عشان أنت بتسمع كلامها، بتجيب لها الحاجات، بتحضر معاها حاجات في البيت والكلام ده كله. يبقى ده معنى كلمة إن أنت تكون شخص مسؤول. يبقى دي صفة من صفات القائد العظيم. لو انت عايز تبقى قائد في يوم من الايام، قائد دي ليها كذا معنى: قائد للفصل، قائد لدولة، قائد لمؤسسة، قائد لمحافظة، ايا كان المكان اللي انت هتبقى قائد فيه. تمام؟ مدير مدرسة، ما انت كده قائد اهو، صح كده؟ قال لك لازم تبقى مسؤول. يبقى قال لك احنا عندنا شوية مجموعة من الصفات قدامنا هنتكلم عليهم ونشوف ايه المناسب وايه مش مناسب للقائد. فقال لك اول حاجة قائد مسؤول. لازم دايما القائد يبقى مسؤول. يعني ايه مسؤول؟ يعني يقدر يتحمل المهام اللي بتلقى عليه. تاني حاجة القائد لازم يكون شجاع. يعني ايه؟ يعني يقدر يقول للحاجة الغلط انت غلط والحاجة الصح ايوه دي صح. ما يخافش، ما يبقاش جبان، استحالة يبقى جبان. تمام؟ يقدر يواجه اي مشكلة بحزم وقوة. ده قائد شجاع. القائد لازم يكون هادئ الطباع، ما يكونش عصبي، ما يكونش بينفعل على أي تصرف صغير حتى لو كان غلط. تمام؟ لا، يقدر يستقبل المعلومات ويقدر يتعامل مع الناس اللي حواليه بصورة هادية وبصورة بسيطة خالص من غير أي مشاكل. يبقى لازم يكون إيه؟ مسؤول، شجاع، وهادي. هادي يعني مش عصبي، ما ينفعلش على الناس، يعمل معاهم مشكلة كل شوية، الكلام ده كله. تاني حاجة القائد لازم يكون حكيم. يعني ايه حكيم؟ يعني يفكر كويس جدا قبل ما يتكلم، ويفكر في المشاكل بشكل صحيح، ويتخذ القرارات الصحيحة لأي مشكلة أو أي موقف هو بيتعرض ليه. يبقى القائد لازم يكون حكيم. يعني ايه حكيم؟ يعني شخص هادي كده وراسي، ما بيتكلمش وخلاص، مش بيقول كلام عمال على بطال، فايدة او بدون فايدة، لا، الكلمة ما بتطلعش منه غير بحساب، والكلمة لازم اللي هتطلع منه يحاسب عليها. ليه؟ لانه مسؤول، ما بيقولش كلام وخلاص. زائد انه حكيم يعني قراراته لازم تكون صائبة وصحيحة، ما ياخدش قرار لمجرد القرار. القائد لازم يكون مرح. يعني ايه مرح؟ يعني الناس تقدر تتعامل معاه بسهوله، مش يقول لك ياه هو انا هروح اكلمه ده ما بيضحكش، ده على طول مكشر، مش عارفه ايه. لا،
القائد مش معنى انه قائد يبقى دايما هيبقى مكشر في وش الناس ويعمل معاهم مشاكل، لا بالعكس. قال لك عشان تبقى قائد عظيم وقائد محبوب لازم تكون شخص مرح، شخص بيقدر يتعامل مع الناس بكل بساطة وبكل حب. في مشكلة كده؟ طيب قال لك هو القائد ينفع يكون كسول؟ لا 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 يا ميس، القائد عمره ما يكون كسول. ليه؟ أصله هيتحمل المسؤولية ازاي؟ لو هو كسول هيشوف شغله، هيشوف شغل الناس اللي وراه ازاي؟ ما هو كسول مش هيعرف يعمل حاجة، صح كده؟ تاني حاجة قال لك القائد ينفع يبقى بخيل؟ لا يا ميس، بخيل يبقى مش هيحل الناس مشاكلهم، مش هيدي الناس احتياجاتهم، مش هيساعد الناس، ما ينفعش، استحالة استحالة. تمام؟ قال لك طيب ايه كمان؟ القائد ينفع يكون متعاون؟ يا ميس، القائد لازم يكون متعاون، لازم يشارك الناس اللي معاه في المشاكل، لازم يتناقش معاهم ويشوف الحل ده افضل ولا الحل ده افضل. ما ينفعش ياخد القرارات من نفسه كده وخلاص، لا بالعكس، ده غلط جدا جدا جدا. لازم يكون متعاون، لازم يتناقش مع افراد اسرته لو هو مثلا القائد بتاع اسرته، لازم يتناقش مع عمال الشركه لو هو قائد الشركه، لازم يتعاون او مع مثلا ايه، مع لو هو رئيس جمهوريه مثلا لازم يتعاون مع المحافظين ويتشاركوا ويتناقشوا، او الوزراء في حل مشكلات البلد. يبقى ما ينفعش يكون شخص بيتكلم من دماغه بس، يبقى لازم يكون شخص ايه؟ متعاون. كده احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا حاجات كتير قوي: مسؤول، شجاع، هادي، حكيم، مرح، متعاون. 6 صفات لازم يكونوا في القائد العظيم. طب هنكمل باقي الصفات ونشوف هل هي لازم تبقى موجودة ولا لا. يلا بينا. جبان؟ القائد ينفع يبقى جبان؟ لا يا ميس استحالة، انت قلتي لازم يبقى شجاع، لازم يواجه المشاكل بقلب شديد ويوقف كده في وش المشكلة ويحلها لنا. القائد ينفع يبقى عصبي؟ قلت لنا لا يا ميس، القائد لازم يبقى هادي ولازم يتعامل مع الناس بحب وبتعاطف. تمام؟ طيب القائد لازم يكون جيد التواصل، يعني بيتواصل مع الناس بصورة كويسة. طبعا طبعا يا ميس، لو هو ما قدرش يتواصل مع الناس بصورة جيدة يبقى هو قائد مش كويس. ليه؟ لأنه مش هيستمع إليهم ولا هيعرف يحل لهم مشاكلهم. يبقى القائد لازم يكون بيقدر يتكلم مع الناس بصورة كويسة، يقدر يتواصل معهم بصورة كويسة عشان يقدر يحل لهم مشكلاتهم كلها وبطريقة صحيحة. تمام؟ طيب القائد لازم يبقى امين؟ يا ميس لازم يبقى امين. ما هو هيبقى مسؤول عننا، هيبقى مسؤول عن اموالنا، هيبقى مسؤول عن اشيائنا اللي موجوده معاه، هيبقى مسؤول عن سلامتنا، يعني كل الحاجات دي بتدل على الامانه. يبقى لازم القائد يكون امين، لازم القائد يكون ايه؟ امين. يبقى احنا كده قلنا كام صفه؟ مسؤول، شجاع، هادي، حكيم، مرح، متعاون، جيد في التواصل، وأمين. 8 صفات. يلا بينا نكمل ونشوف ايه تاني الصفات اللي لازم تكون عند القائد الجيد. القائد لازم يكون كريم. يا ميس لازم يبقى كريم، لازم دايما يدي للناس احتياجاتها، ولازم حتى لو مش احتياجاتهم يعطف على الناس ويديهم الحاجات بكثرة، وكل الحاجات اللي هو كل الحاجات اللي هو عايزينها. تمام؟ كل الحاجات اللي هم محتاجينها هو يقدر يوفرها لهم وزيادة. ده معنى كلمة الكرم. قال لك يبقى دي الصفة رقم 9. طيب الصفة اللي بعد كده قال لك لازم يكون عطوف. يعني ايه عطوف؟ يعني بيعطف على الكبار وعلى الصغار. لازم يكون بيتعاطف مع مشاعرهم، لازم يكون بيقدر ظروفهم. دي كلها من الصفات اللي بتدل على انه شخص عطوف، يعني بيقدر يحتوي الناس، يقدر يراعي ظروفهم، يقدر يراعي مشاكلهم. تمام؟ يقدر يحتويهم وقت الغضب او وقت ما يحصل مشكلة، ويقدر يهديهم، لان هو طبعا هيبقى القائد وهو اللي هيبقى مسؤول عن حل المشكلة دي. هل القائد ينفع يبقى متسلط؟ يعني ايه متسلط؟ يعني يقف لي على الوحده، على الكبيره والصغيره زي ما بيقولوا؟ لا طبعا. قال لك الشخص ده لازم يكون متهاون. يعني ايه متهاون؟ يعني مثلا حد غلطه صغيره اعديها له، بس اقول له مثلا ان انت عملت كده غلط المره دي، ما تعملش كده تاني. انما لو هو شخص متسلط، قال لك لو حد عمل غلطه صغيره يقول له تعالى وانت عملت كده وخليت كده، ويجيب له بقى القديم والجديد ويقعد يزعق وصوته يعلى ومش عارفه ايه. هل ده ينفع؟ هل ينفع القائد يكون شخص متسلط؟ قال لك لا. ينفع القائد يكون متقلب المزاج؟
يعني ايه متقلب المزاج؟ يعني انا دلوقتي دخلت له اتكلم معاه في مشكله، ففي الاول كان بيضحك وبيهزر معايا، في ثواني راح قالب وشه وقعد يزعق ومش عارفه ايه، اللي هو الله في ايه، ما انا بكلمك بالراحه اهو، انت بتقلب ليه كده، شويه حلو وشويه وحش. قال لك لا طبعا دي صفه ما ينفعش تبقى موجوده في القائد العظيم. طيب القائد العظيم لازم يكون مهذب؟ يا نيس لازم يكون مهذب، لازم يكون بيتكلم مع الناس بأدب وباحترام وبصوره جيده. تمام. القائد العظيم بيساعد الاخرين، يا نيس لازم بيتعاون ولازم بيساعد الاخرين في اي حاجه ايا كانت، في مشاكلهم، في احتياجاتهم، في ايا كانت الحاجه اللي هم محتاجينها. يبقى تاني ايه هي الصفات اللي لازم تبقى موجوده في القائد العظيم؟ مسؤول، شجاع، هادي، حكيم ومرح، متعاون، جيد في التواصل، أمين، كريم، عطوف، مهذب، بيساعد الآخرين. 12 صفة لازم يبقوا موجودين في أي قائد عظيم. لو موجودين يبقى هنعرف إن الشخص ده عنده القدرة إن هو يبقى أعظم قائد ممكن يمسكني في شغلي أو في مدرستي أو في البيت أو أيا كان. في مشكلة كده حبايبي؟ يبقى ده بالنسبة لصفات القائد العظيم. طيب الجزء الثاني من حصتنا هنتكلم عن مشكلة الموارد المائية في الواحة. تمام. احنا قلنا في الواحة احنا بنعتمد على المياه اللي بتيجي من تحت الارض، يعني بنعتمد على المياه الجوفية زي اللي بتطلع في الينابيع من واحد سيوة. تمام كده. قال لك زمان كانوا بيحفروا الآبار دي وبيطلعوا منها المية، يبقى قال لك المصدر الأساسي للمياه في الواحات هي المياه الجوفية. قال لك وكانوا بيستخرجوها بعدة طرق زمان في الماضي ودلوقتي. احنا هنتكلم زمان كانوا بيطلعوها بإيه ودلوقتي بيطلعوا المية بإيه من تحت الأرض. طيب قال لك في الماضي شايفين الجردل الصغنون ده؟ قال لك ده بيسموه الشادوف، كانوا بيستخدموا الشادوف. الجردل ده كانوا بيسموه شادوف، كأنك جبت حبل كده وربطت فيه جردل ونزلته في البير تحت وبدأت تسحب بيه المية. تمام كده. قال لك بس هم كانوا مش بيسموه بقى جردل، اسمه الشادوف. قال لك ده كانوا بيستخدموه عشان يرفعوا المياه الجوفية في الواحة، وهو عبارة عن رافعة معلقة في أحد أطرافها دل اللي هو الجردل يعني، والطرف الآخر يعلق فيه ثقل كالحجار. يبقى قال لك أهو هي عبارة عن رافعة، تمام، معلق في أحد أطرافها دل، تمام، والطرف الآخر قال لك الطرف الآخر بيعلق فيه ثقل كالحجارة عشان يثبتوه على الأرض عشان ما ينزلش في البير تحت. تمام. قال لك طب دلوقتي، قال لك دي كانت طريقه قديمه قبل التكنولوجيا والكلام ده كله. قال لك طب دلوقتي، قال لك بيستخدموا التكنولوجيا الحديثه في رفع مياه الابار. قال لك زي ايه؟ قال لك زي طلمبه رفع الميه العذبه بالكهرباء. دي طلمبه كده بيشدوها بحبل بتبدا تشتغل، الموتور بتاعها بيبدا يشتغل. قال لك وهي بتحتوي على مواسير بيبقى فيها عباره عن انابيب بتنقل كميه كبيره من الميه، تمام، عشان الناس تقدر تستخدمها في الزراعه وتقدر تروي اكبر كميه من المحاصيل، وده بيؤدي الى بيع الكثير من المنتجات وبالتالي بيكسبوا المزيد من الميه. يبقى زمان كانوا بيستخدموا الجردل ده ويبداوا يرفعوا حبه 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 وهكذا، والموضوع كان مرهق جدا. قال لك دلوقتي انما بيعملوا ايه؟ قال لك بيستخدموا طلمبات الميه اللي بتشتغل بالكهرباء. الطلمبه دي طبعا لو انتوا بتروحوا اماكن فلاحين او كده بيبقى في حاجه زي الطرمبه كده بتاعها كده بيقعدوا يضغطوا عليها وتنزل ميه من الناحيه الثانيه. قال لك دي الطلمبه، بس الثانيه يدويه، الناس هم اللي بيحركوها بايديهم، انما دي بتشتغل بالكهرباء. تمام. قال لك والطلمبه دي بيكون فيها مواسير، تمام، بتنقل كميه كبيره، مش زي الشادوف، مش زي الجردل او مش زي الدلو، تمام. فطبعا المواسير بتنقل كميه كبيره من الميه، فعشان كده الناس في الواحه بتقدر تستخدم الميه دي في ان هي تزرع كميه اكبر من المحاصيل، وبالتالي لما المحاصيل دي تطلع هيبيعوها وبالتالي هيكسبوا المزيد من المال. بس في مشكله صغيره، قال لك ان الطرمبه دي بتضخ الميه بكميه كبيره جدا، تمام، وده بيؤدي الى اهدار كميه كبيره من الميه، يعني في كميه كبيره جدا من الميه بتطلع بره المناطق اللي بيكون فيها تجمع المياه، تمام. فقال لك في بعض الاحيان بيحدث الجفاف في البير،
وده بيقعد وقت طويل جدا عشان نعوض الميه اللي خلصت من البير ده. يبقى تاني، هي مفيده مفيده ليه؟ لان هي هتنقل لي كميه كبيره جدا من الميه اللي موجوده في البير او من المياه الجوفيه. تمام؟ هتخليني ازرع اكتر، هتخليني احصل على محاصيل اكتر، هتخليني اكسب فلوس اكتر. بس المشكله ان هي بتهدر كميه كبيره من الميه. تمام؟ وده بيؤدي الى حدوث ايه؟ جفاف، وده بيخلي ان يبقى عندي وقت، هاخد وقت طويل جدا جدا لحد ما الميه ترجع في البير زي ما ايه؟ ما كان. في مشكله كده؟ يبقى زمان كانوا بيستخدموا الشادوف عشان يقدروا يرفعوا الميه، الشادوف ده اللي هو الدلو، عشان يقدروا يرفعوا بيه الميه من البير او من الابار. دلوقتي بقى قال لك لا، دلوقتي بقى بيستخدموا التكنولوجيا الحديثه اللي هي طلمبه رفع الميه العذبه. تمام؟ ودي بتحتوي على مواسير، بيكون فيها مواسير بتنقل كميه كبيره من الميه عشان الناس يقدروا يزرعوا بيها كميه اكبر من المحاصيل ويطلعوا منتجات اكتر، وبالتالي يكسبوا فلوس ايه؟ اكتر. بس في مشكله ان الضخ بتاع الطرمبه بيكون كبير جدا. تمام؟ وبالتالي بتهدر كميه كبيره من الميه، وده بيؤدي الى حدوث جفاف، وبالتالي ده بيستغرق او يعني الميه، بيخلي الميه تاخد وقت طويل جدا على ما ترجع تاني في الواحه ويكون فيها ميه ايه؟ تاني. يبقى انا الطرمبه ليها ايجابيات وليها سلبيات. طب تعالوا بقى نكتب مع بعض الايجابيات والسلبيات لطرمبه الميه. الايجابيات ان هي بتنقل كميه كبيره من الميه، صح كده؟ دي فايده اهي، تنقل كميه كبيره من الماء. دي فايدة اهي. تمام؟ ايه كمان؟ صح كده. بتساعد الناس على زراعة كمية كبيرة من المحاصيل. بتساعد على زراعة كمية تساعد على زراعة كمية كبيرة من المحاصيل. عايزين نظبطها كده ولا ما هي داخلة؟ ايوه كده، كبيرة من المحاصيل. في مشكلة كده؟ طيب، يبقى تساعد على زراعة كمية كبيرة من المحاصيل، دي أول حاجة. وده بيعمل إيه بقى؟ بيؤدي إلى زيادة كسب الماء، لأن أنا هبيع كتير من المنتجات، صح كده؟ يبقى الإيجابيات أنا زرعت كتير، هبيع كتير. بيع الكثير من المنتجات وزيادة كسب الماء. بيع الكثير من المنتجات بيع الكثير من المنتجات. تعالوا كده ننزلهم على الخط. بيع الكثير من المنتجات. طيب، ولما بيع كثير من المنتجات وزيادة كسب المال، صح كده؟ وده هيؤدي إلى إيه؟ وزيادة كسب المال. ده هيخليني أكسب الكثير من المال. تمام كده؟ طيب، إيه هي السلبيات بتاعت طلمبة المياه؟ إيه هي سلبيتها؟ إهدار كمية كبيرة من المية. تمام؟ حدوث جفاف، واستغراق وقت لتعويض المياه المفقودة. يبقى دي السلبيات بتاعت طلمبة المية. إهدار الكثير من الماء.
إهدار الكثير من الماء، دي أول مشكلة. تاني حاجة حدوث جفاف، هيؤدي ذلك إلى حدوث جفاف. طب وبعد ما يحصل جفاف هيقعد وقت طويل جدا على المية ما ترجع في البير مرة أخرى، استغراق وقت لتعويض المياه، هنستغرق وقت. استغراق وقت لتعويض المياه المفقودة، هياخد وقت كتير جدا عشان أعوض المياه اللي أهدرناها وخلصت بالنسبة لي. يبقى دي كانت حصة النهاردة، اتكلمنا فيها عن صفات أو سمات القائد العظيم، واتكلمنا فيها عن المشكلات الموارد المائية اللي موجودة في الواحة. زمان كانوا بيحصلوا على المياه ازاي وحاليا بيحصلوا على المياه ازاي، وايه ايجابيات وسلبيات التكنولوجيا الحديثة. وبكده تكون حصتنا خلصت النهارده، وان شاء الله اشوفكم في تسجيل جديد عن قريب باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.